السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة بقى ايه؟ هنعمل أكلة حلوة وتنفع في عزومات رمضان، وطبعا مفيش بيت بيستغنى عنها. النهاردة هنعمل كفتة البرغل. معايا بقى، شوف البرغل معايا كيلو ونص برغل، معايا بصل، معايا فلفل، شطة، توم، خضرة، ومعايا كيلو ونص لحمة. معايا كيلو ونص لحمة، هيبقى عليك كيلو ونص برغل. تعالوا الاول نشوف نفرم الفلفل وقرن الشطه دون، ونفرم البصل. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. نفرم البصل بتاعنا كده، قطعيه وابدأ افرميه. هنفرم البصل لوحده الاول كده مع الفلفل، وبعد كده نشوف هنعمل ايه حبايب قلبي. كده نفس وزنة عرشه ومداد كلمات. كده فرمنا البصل اهون، والثوم والفلفل، نضيفهم عشان ايه خشن يبقى كله زي بعض. هنزله على الخضره كده بالشكل دون، وهنكمل الفرم اللي معانا. لو معانا بصل كمان هنكمله. كيلو ونص دول يعني ايه، وقولي عليهم 3 بصلات كبار. كده خلاص. هنعمل ايه تاني؟ نضيف كده الخضره على بعضها. تعالوا بقى نعمل ايه يا جماعه. هنضيف بقى الخضره اللهم صل على النبي، البهارات بتاعتنا اللي هي الكمون، الكزبره، الفلفل الاسمر، حبهان بودر، قرفه، بهارات لحمه، الحاجه اللي انت تحبيها. عايزه بقى تحط شطه، بس انا حاطه قرن فلفل يعني. هنا الكيلو ونص لحمه اللي معانا هنضيفها على الخضار بتاعي. نحاول بقى ايه يعني ايه، وما ينفعش الا الايد. نحاول نعملهم مع بعض كده، نعجنهم مع بعض يعني. مش هتفضل كده طبعا، لسه هنعملها تاني في الكبة. نضيف كله على بعض. نهد فرمة بقى للحمة كده بالخضرة مع بعض. هي لو في مفرمة لحمة هتوفر عليكي كل دون، ان انت تحطي كله البرغل واللحمة والخضرة وكله على بعضه وتفرميه. بس انا بحاول يعني اسهل الموضوع عليا شوية، عشان نجيبها في الخطة الجاية يعني. حسيت ان هو كتير عليها فنزلت منها حته، قلت ايه عشان تتفرم وتبقى ناعمه. طبعا الكميه اللي معايا دي كلها بنفس الطريقه هفرمها. حبه بحبه كده عشان الحبه بتاعتك ما تكسرش على الأول، فلازم نحافظ عليها يعني. كده خلاص اهي. انا هفرم الكميه كلها طبعا حضراتكم هوريكم كده. بعد ما فرمتها كلها بقى هنزل بالبرغل. معايا كيلو ونص برغل بجد والله يا جماعه، جربوها طعمها جميل جدا. نقلبها بقى كلها. انا حسيت ان القصعه صغيره، جبت قصعه اكبر. اقلبها طبعا كده. هي مش كده بس، هي لازم هتتفرم برضو بالبرغل. عشان كده بقول لكم لو في مفرمه لحمه هتبقى تسهل عليكم كل دول. طبعا زي ما انتم شايفين مهما تعجني البرغل باين. في برغل بيبقى ناعم قوي عن كده، بس انا يعني حبات ده احسن. حتى لما تتفرم هتبقى في مفرمه اللحمه بتاعتي، وفرمتها هنا اهي زي ما انتم شايفين برضه اهي. فيها ايه يعني، تحسها حلوه تتكبب يعني. افرمي كده برضه حبه حبه عشان هتفرميها كده واحده واحده لغايه برضه ما تخلصي الكميه بتاعتك. شوفوا انا بعرفكم بس ان هي بتتكبب معايا عندي بكل سهوله. خلص الكميه هي، وبعدين ايه اوريكم الشكل النهائي بتاعها. ده الشكل النهائي بعد ما فرمتها يا جماعه. نعم خالص اهي. او لو ما عندكش المفرمه هتوديها عند حد بتاع اللحمه، مفرمه لحمه اي حد يفرمها لك. هنا بقى صب على يعني، ممكن تعملها كور، ممكن تعملها ايه صوابع صغننه كده، مش كبيره زي الكفته، لا بتبقى حاجات صغننه كده.
هتعملي كده صوابع بشوكة بقى بسيخ. انا بصراحة ما برتاحش الا بالشوكة مهما تقوليلي، معرفش اشتغل بالسيخ. كده كده ايه، تعالوا بقى اما نشوف نبل ايدينا زيت عشان ما تلزقش في ايدينا. طبعا انا مش هعمل الكمية دي كلها، الكمية دي كلها انا عاملة منها رمضان بقى هفرزها، هعمل بس كده للغدا. تعملي بقى منها كور صغيرة كده، يا سلام، كورها الكور اللي انت عايزاها. وكده ايه يعني ايه كده خلاص، هنبدأ بقى نجيب اكياس. انا كده عملت على قد الاكل بتاعنا، نجيب اكياس ونفرزها فيهم كده على قد الاكل برضو، تطلع جنب فراخ، تطلع جنب لحمة، جنب صينية رقاق، يعني ايه تبع ما تعملها كده. اكياس تلاجة او اكياس من بتاعة البيض، اي حاجة عندك يا جماعة، وحط كده واضغطي عليها عشان ما تاخدش مكان او حيز في التلاجة. بصراحة طعمها جميل، جربوها ويا ريت تقولوا رأيكم في التعليقات. هم جم هنا معانا اللهم صل على النبي 6 اكياس. كده خلاص، ده لسه في حتة يا جماعة هنكورها واحطها مع الموجودين. شوفي شكلها حلو ازاي، طعمها بجد اجمل كمان. يا ريت يا جماعة تدعموني باللايك والشير. كده خلصت الكمية بتاعتي، فرستها وعملنا منها للأكل. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه تاني. معايا بقى طاسة على النار بقى كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا طاسة على النار، معايا بقى هنا البصمات وبيضة بيضة مفقوشة والمسلوقة، ونحط عليها شوية دقة، شوية ملح، فلفل اسمر، اي حاجة اللي انت عايزاها. هنا الدقة وشوية لبن، عندي دقة في قلبها الفلفل الاسمر البهارات بتاعتها، حطيت شوية بشوية لبن ونضربهم وهنربهم. طبعا الطاسة معانا على البوتاجاز زيت يقدح، طبق صغير لما نوسع شوية ربنا يوسعها علينا زي ما انت شايف. ايد هتبل في البيض والايد التانية في البصمات وتحط في الطاسة. سهلة بكل سهولة كده، ايد شغالة بالبيض وايد شغالة بالبصمات يا جماعة، وتنفضوا كويس عشان ما يعني ايه، انتوا فاهمين يعني. أكلة جميلة يا رب تعجبكم، وبالهنا والشفا حبايب قلبي. اللي يجربها كده ويدوقها يقول له رأيه ايه، بجد كويسة، يا ريت تجربوها. دي تنفع فعلا في العزومات برضو، يعني بدل ما نعمل كفتة صافي باللحمة بس، دي كفتة برغل جميلة جدا وبتتعمل في العزومات وجميلة كده، وضيوفك هيشكروك عليها ان شاء الله. الكميه بتاعتي كلها كده معانا الكمية كلها خلصت. تعالوا بقى شوفوا الشكل النهائي بتاعنا، جميلة جدا وبالهنا والشفا حبايب قلبي. شوفوا عاملة ازاي من جواها، مفتحة وحلوة زي الفل ازاي، طعمها خطير بجد. اهي طعم جميل والطعم حكاية. شكرا ليكم حبايب قلبي.